حبايب قلبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا في اسعد اوقات حياتكم. طبعا قبل اي حاجه يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان ان شاء الله يوصلك مني كل جديد. تاني حاجه اعملي لايك للفيديو الحلو ده، وان شاء الله باذن الله يعجبك وتستفيدي منه وتاخدي منه طاقه ايجابيه حلوه جدا. ويلا بقى كده نبتدي الروتين بتاعنا. واول كده البدايه بتاعتنا الغسيل. اي ست بيت الصبح تصحى يا اما بتطبق غسيل، يا اما بتنشر غسيل، يا اما بتحط غسيل في الغساله، وهي دايره وماشيه على الكل. فيا رب يعني كل واحده على حالها. وبدأت كده زي ما قلت لكم بالغسيل، واستخدمت المسحوق ده نازل جديد يا بنات، و5 جنيه الكيس بيكفي غسلتين، وريحته عايزه اقول لكم حلوه جدا جدا جدا. وفاهمين يعني؟ لا يعني ما يقلش عن اوكسي بصراحة، هو ارخص، يعتبر ارخص من اوكسي، لكن موفر. يعني الكيس ده من اوكسي بيكفي، يعني الكيس اللي ب5 جنيه دلوقتي من اوكسي بيكفي غسلة واحدة، لكن دلوقتي الكيس ده بيكفي ب5 جنيه برضو، بس بيكفي غسلتين. فحلو قوي يا بنات، ومنتج مصري وجميل، وريحته حلوة قوي بريحة اللافندر، فجميل قوي، فجربيها هيعجبك جدا. بعد بقى كده ما ظبطت الغسيل بتاعي وحطيت الدورة بتاعتي في الغسالة، دخلت كده بقى، كنا لسه الصبح كده بدري، فشفت كده يعني ايه، كان في مواعين كده بسيطة موجودة، بس قلت لا يعني اشطبها الاول قبل ما ابدأ في اي غدا او اي تجهيز للغدا. لازم المطبخ بتاعي والحوض بتاعي يكون نظيف، ومادام صاحية بدري يبقى اخلص اللي ورايا اول باول وما كسلش ابدا. فغيرت كده الفوطة اللي هي المنشفة اللي انا بنشف عليها المواعين، غيرتها وجبت فوطة تانية كده نظيفة مش مبلولة، ومسكت بقى كده كل حاجة عندي مش نظيفة غسلتها كويس قوي وسبتها على المنشفة هنا. فانتي كمان لو وصلت لغاية هنا انا بس بفكرك اول حاجة كده، يعني يا ريت اللايك الجامد. ناس كتير بتشوف الفيديو بتاعه بتكمله للاخر بس مش بيحطوا اللايك، فبليز يعني من فضلكم حطوا اللايك، لان ده التشجيع بتاعي، ده اللي بيكبر الفيديو، وده اللي بيوصله لاكبر عدد. فاكون شاكرة ليكم لو انتوا افتكرتوا تحطوا اللايك، ويا سلام بقى لو اشتركتوا في القناة لو انتوا مش مشتركين، هتنوروني بجد، لان انا بفرح جدا لما بلاقي عدد المشتركين عندي بيزيد. انا دلوقتي حاليا بكلمكم وانا عندي 385 مشترك. ال 885 مشترك دول بتعبي وشقاية، حرفيا انا مبسوطة بكل واحدة موجودة عندي في القناة، لان انا يعني ايه، انت موجوده عندي بتعبي وشقايا، انا يعني مجهودي، مفيش اي حاجه فيك خالص معموله في القناه. فشكرا ليكم، ويا رب دايما منوريني، وبشكر ال 385 واحده اللي موجودين عندي، وبجد انتوا يعني رافعين راسي كده ومشرفيني، ويا رب نبقى 385 الف مش بعيد عن ربنا. قولوا امين. عارفه انت كده لما تكوني كده مظبطه بيتك، والاهم حاجه عندي بجد والله ان انت تكوني راميه شنطه الزباله بتاعتك، تكوني رامياها، احساس حلو قوي بالطاقه الايجابيه، احساس ان انت عايزه تبداي كده يوم جديد حلو كده من غير اي حاجه سلبيه. فعارفين انتوا اللي هي بتديني كده طاقة واحساس بالنظافة، ومهما الدنيا كانت مكركبة كل يهون، بس شنطة الزبالة دي ما تكونش موجودة في البيت، يعني بجد فعلا بتؤرقني نفسيا بشكل مش طبيعي. فيا ترى انتوا كمان زيي ولا لأ؟ بصوا بقى هنا، انا يعني كنت لابسه، طبعا الدنيا برد جدا، فانا لابسه كذا كذا حاجه فوق بعضها، وعماله احاول طول الفيديو ان انا اداري، مهما اداري مفيش حاجه بتتدارى. كل شويه عماله اعدل الكمام بتاعتي واعدل هدومي، ومش عارفه الشياكه عايزه مني ايه بصراحه، مش عارفه، مش فاهمه بصراحه الشياكه عايزه مني ايه. فانتوا كمان زي في الشتا كده بتحبوا تتقلوا كتير، انا مش حكايه اتقل، حكايه ان انا عايزه اتدفى بس، مش اكتر ولا اقل. كل مطالبي في الحياه ان انا محتاجه ان انا اتدفى بس، عشان كده بضطر ان انا البس هدوم كتير. بصوا بقى هنا الكوبايات بتاعتي، بصوا يا بنات حرفيا انا ما تلاقيش عندي كوبايه ريحتها وحشه، او كوبايه مجيره، او كوبايه مش نظيفه. انا كوباياتي زي الفل طول عمري بجد، بتقن يعني غسلها بشكل مش طبيعي، لان فعلا اكتر حاجه بتقرفني، معنى سوري يعني في اللفظ، ان انا مثلا الاقي كوبايه، عارفه انتي، مدهننه، او كوبايه مثلا مبطعه، لا اغسلي حاجتك كويس قوي، خليها كده تزيق كده من النظافه. انا طبعا مسرعه هنا، بس حرفيا انا بحب اغسل، اتقن غسيل الكوبايات، وغسيل اي حاجه، غسيل اي حاجه، والله حتى لغايه غسيل الحوض بغسله كويس جدا. ان انا مش يعني ايه، ما بحبش خالص احساس الدهننه، وان الحاجه تكون مدهننه او كده.
فالحمد لله دي حاجة بحبها قوي فيا بصراحة. خدي اي كوباية من عندي اشربي فيها على ضمانتي. بس انتوا بس تنوروني. طبعا عشان توصلي لمرحلة النظافة اللي هي النظافة الكبيرة بقى، في ان هي الحاجة عندك بتلمع، لازم اول حاجة الليفة اللي بتغسلي بيها الكوبايات والاطباق غير الليفة اللي انت بتغسلي بيها الحلال او في اي حاجة تانية فيها دهون. تمام، ده اول حاجة لازم يعني تعتمديها كده عندك لو انت عايزة فعلا الحاجة بتاعتك بتبرق ونضيفة وبتلمع وريحتها حلوة. ده اول حاجة. تاني حاجة ان انت في ناس بتستخسر صابون المواعين في الحاجة، او مثلا ايه، تشتري من حد صابون سائل اللي هو بتاع المواعين ده، السائل ده، بس يكون ايه مش حلو مش بيرغي. لا، الرغوة دي هي اللي بتعمل النظافة. لا، لازم يعمل رغوة، لازم تحس ان في رغوة، ولازم تستنضفي في نوع ال صابون المواعين اللي انت بتستخدميه. ما تستخدميش اي حاجه وخلاص، او مثلا تقولي ايه ما مش لازم احط كتير، لا حطي كتير واستخدمي كتير في سبيل ان حاجتك تطلع نظيفه وبتلمع وزي الفل. تمام. دلوقتي في عندنا منتجات كتير مصريه حلوه جدا جدا جدا. اوكسي تحفه يا بنات، تحفه. اوكسي اللي هو خاص بغسيل المواعين. طبعا اوكسي في كل حاجه زي الفل بصراحه، يعني منتج مصري محترم. في عندك وفير برضو، وفير ده حلو قوي قوي قوي، يعني مصري ومش وحش خالص، بالعكس حاجه جميله جدا. هو بصوا، هو الفكره ان اي حاجه انت بتستخدميها تستهلكي فيها ايدك، فانت لازم تهتمي بايدك. يعني ما تقوليش مثلا ايه في بقى بيجير ايديا، لا وفير مش عارفه ايه، لا هما كلهم اي صابون غلط على ايدك، حتى صابون الوش كمان. فانت لازم تستخدمي المرطبات خصوصا في الشتاء. بعد استخدامك للصابون السائل ده لازم ترطبي ايدك. وان شاء الله هعمل لكم بقى فيديو كده محترم عن الحاجات اللي انا استخدمتها مؤخرا لايديا وفرقت معايا جدا جدا جدا. لان حرفيا ايديا في فصل الشتاء اول ما بتحس بالبرد وبالسقعه، وكمان بغسل المواعين بايدي مش بستخدم جوانتي، لان فعلا مش بعرف استخدم جوانتي. يعني انتوا شايفين دلوقتي في الفيديو باين الجوانتي اللي هو طالع موضه ده اللي انت بتستخدميه، مش عارفه بصراحه، مش عارفه استخدمه. ده زي الليفه بس بتستخدميه كجوانتي. هو مش وحش، بس انا لسه مش اخده عليه، عارفين انتوا، بتحكم في ايدي اكتر. بس هحاول برضو استخدمه معاكم. لو انتوا شجعتوني انا هستخدمه معاكم عشان احافظ على ايديا. استخدمته مره او مرتين وكنت بحط كريم مرطب في ايدي، وهو من جوه كده عامل زي المشمع، هبقى اوريهولكم برضو. فخلى ايديا بصوا ناعمه جدا 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 ورطبه قوي. بس حته ان انا اعرف اتحكم كده وامسك الحاجه واغسلها كويس، عارفه انت لازم احس ملمس تزييقة الحاجه في ايدي. فدي مشكلتي في غسيل المواعين. فانت يلا كده قومي تنشطي وسيبك من البرد والسقعه، وقومي تنشطي معايا، ويلا قومي اغسلي مواعينك كده، خلي مطبخك زي الفل. طبعا انا بسجل دلوقتي فويس، بسجل فويس، ولازم البرنامج اللي انا بستخدمه يكون فاتحه النت، فمش عارفه اتحكم في الصوت، ايه صوت الاشعارات اللي عماله تجيلي من النت، فسوري بقى على الازعاج ده اللي انا عاملاه لكم ده. بصوا بقى الحله بتبرق ازاي يا بنات، شايفين النظافه؟ شايفين؟ ما بسيبهاش غير وهي منوره كده، قشطه كده منوره. دي كانت تقريبا كده اخر حاجه من المواعين اللي كانت موجوده عندي. عايزه اقولك لو انت وصلت لغايه هنا، يلا حط اللايك الجامد بتاعك الجميل اللي هينورني ويشرفني كده وينور القناه بتاعتي. بصوا بقى دي كانت خلاص كده اخر معلقه، خلاص كده اخر حاجه. بعد كده بقى ايه، بتمسكي الرخامات بتاعتك تنضفيها كده وتخليها بتلمع، وزي بصوا الشياكه، الاوتفيت بتاعها عمال يبان. بصوا يا بنات، زي الفل زي الفل. هتمسكي بقى كده برضو ايه بالسلكه بتاعتك اللي انت غسلت بقى الحله، مسكتها كده ودعكت بقى ايه الرخامه بتاعتي دي، خليتها زي الفل. انا جنب ايديا على طول شباك المطبخ، فانا عندي الركنه دي حلوه قوي يا بنات، بحبها جدا، فيها الحوض وفي شباك المطبخ، وجايبه كرسي كده وبقعد اشرب بقى القهوه، اشرب النسكافيه بتاعي، اقعد افصل فيها شويه. فبحب ان هي تكون دايما ايه، بحبها تكون دايما نظيفه وزي الفل. بصوا بقى بدعكها كويس جدا، وبعد كده بقى بشطفها. احساس الرغاوي دي يا بنات بصوا احساس حلو قوي قوي قوي. عارفه انتي رغاوي كده تحسي انها بتغسلك كده من جواكي.
بصوا كام طبقة انا لابساها. ده وفير اللي انا مستخدماه، وبصراحة حلو جدا يا بنات وعجبني قوي قوي قوي. طبعا الفوطة اللي انا بغسلها يعني اللي بستخدمها دايما بغسلها كده وبخليها دايما ايه نظيفة، بس مهما نضفتها برضو لونها بيغير. فهي قربت ان انا ارميها خالص عشان اجيب ان شاء الله فوطة تانية عندي برضو اطلعها واستخدمها. بصوا الحركة اللي بتنعشني بقى من جوه، بستخدم المعطر ده. وطبعا بينتلكم في الفيديو اللي فات نوع المعطر، ممكن ترجعوا للفيديو اللي فات على طول، عامله لكم ريفيو عنه حلو جدا. بصوا بقى تشمي كده ريحه نظافه وريحه كل حاجه حلوه في اللحظه دي، شايفه بقى كده. وطبعا كنت مسحت الارض، مسحتها كويس جدا ونضفتها يعني وكنستها. كل ده بنات كنت قبل ما افطر. طيب يا جيجي هتفطري ايه النهارده؟ هوريكم بقى دلوقتي. هعمل لنفسي كده كوبايه قهوه، وعايزه اقول لكم ان انا خدت حته مقلب في البن ده، بس تمام ماشي شغال برضو، هستخدمه مش هيقول لا. دلوقتي انا كنت عماله بصوا بقى الرينج لايت كان مجنني اليوم ده، ان كل شويه ينور ويطفي ينور ويطفي. بصوا ده بن عبد المعبود، طبعا كلنا عارفينه وغني عن التعريف، وعلى فكره حلو جدا. مكتوب على ايه؟ بن فاتح ساده، انا تلاقيته بن غامق محوج، فهو عيب في المصنع اكيد. وان هو اهو بصوا بن فاتح ساده مكتوب وسط كمان، فانا تلاقيته غامق خالص وتلاقيته بقى محوج، وانا ما بحبش البن المحوج. بس قلت خلاص ماشي مفيش مشكله، احسن من مفيش خالص، لان اصلا ما كانش عندي بن. ففتحت كده كيس البن وفرغته كده في العلبه بتاعته، بس كل شويه عماله دايري ومفيش حاجه بتتدار، فضايح 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 الشتاء. بس ولا بيهمنا، اهم حاجه انك تكوني متدفيه، شيكتك دي مش هتنفعك يوم ما تبردي وتاخدي برد. ففتحت كده الكيس كده وقمت مفرغاه، وكانت الصدمه بن غامق محوج. بصوا انا عماله اتاكد واشم في الريحه، اتصدمت فعلا. بس زي ما قلت لكم كده خلاص بقى انا فتحت العلبه، الكيس يعني بتاع البن ده، وخلاص يعني مش هينفع ان انا اغيره ولا ينفع اجيب غيره، لانه برضو ايه غالي مش رخيص. فقلت خلاص بقى نخلصه، وبعد كده نبقى نجيب ايه نوع تاني، او من البن اللي انا بجيب منه. بصراحه بجيب بن حلو قوي. ف يلا بقى كده نعمل فنجان قهوه يدفينا وتظبط بكده دماغنا. ولو انتي بتسمعني بالليل متشربيش قهوه، قومي اعملي لنفسك حاجه سخنه. هوريك برضو في اخر الفيديو حاجه سخنه بعملها بالليل كده، بتخلينا نام نوم عميق كده، واكون مستمتعه كده بنومي. جبت كده بقى خلاص كده. دلوقتي بعمل لكم بقى ايه القهوه بتاعتي اللي بتظبط مزاجي وبحلي بها ايامي وبكافئ بها نفسي بعد تعب ومجهود الروتين. بصوا يا بنات، حلوة قوي احساس القهوة ان انت تشربيها بعد ايه ما انت تعبتي في يومك، بعد ما تعبتي مثلا في حاجة تشربيها كده، بتقعدي كده تستمخي كده وتختاري كده مكان حلو كده في بيتك تقعدي تشربي بيها، تشربي القهوة كده على رواقة. هنا لقيت برطمان السكر مبطع شوية بن، فقلت كده ننضفه بالمرة كده، كانت يعني حاجة بسيطة يعني مش مستاهلة. يلا بينا يلا نشرب قهوتنا يلا. احساس حلو قوي. يا رب كده بصوا ربنا كده يديم علينا الدفا ويديم علينا نعمة البيت والأسرة، قولوا امين. الحمد لله ان احنا في عز البرد ده قاعدين في بيت، وربنا يحفظ كل حد ملوش بيت ومش قادر ان هو يتدفى. فالحمد لله رب العالمين. بصوا بقى هنا كنت خلصت القهوة، وقلت كده لنفسي كده ايه قطعة كده من كب كيك الوايت شوكليت، وهكذا جهات تفطر وتتناول وجبة الافطار. بس بصي حاولي ان انتي تعملي الجو ده والمود ده لنفسك على رواقه، من غير قبل ما ولادك يصحوا، قبل ما حد يعكنن عليك، فاهمه؟ عارفه انت التفاصيل دي اهتمي بيها والله هتفرق معاكي جامد.
خديها كده واطلعي البلكونه، بس حاولي ان انت تفصلي ايه شويه. شربنا قهوتنا وخلصنا مطبخنا وشطبنا كل حاجاتنا. دلوقتي بقى ايه، ندخل الغدا بقى. النهارده بقى كنت عامله بجد اكله الشتاء الرسميه، اكله بجد انا بعشقها جدا جدا جدا. ويا ترى قولوا لي بقى في الكومنتات انتوا بتحبوها برضو ولا لا. البسله باللحمه، بسله بقى بالجزر واللحمه. بجد يا بنات انا بعشقها، بس للاسف ولادي طالعين مش بيحبوها، طالعين لمين انا معرفش، مش عارفه. بس بقى كده بصوا بقى احساس البقبقه بقى كده، واحساس بقى ايه الدخنه وهي طالعه في عز السقعه. بصوا بقى الجمال مع الرز الابيض. حاولت كنت بتفزلك وافتح يعني الحله من غير ما امسك فوطه، طبعا ما قدرتش. بصوا بقى ما شاء الله. هنا بقى في الفقره دي انا هوريكم بقى شويه مشتريات حلوه جدا. بصوا يا بنات الشاي الاخضر ده بالنعناع بجد حلو جدا. بجد يا بنات شاي اخضر بالنعناع من ازيس حلو جدا، متغلف صح عارفين انتوا كده تحسوا انه قيم قوي. وبعدين تفتحي كده الباكت كده، ريحه النعناع بقى بالنعناع حلوه قوي قوي يا بنات. فبجد هاتوه وجربوه وجميل جدا، مش هتندموا بجد. العلبه دي فيها 20 باكت بكام يا ربي؟ ب30 جنيه، فيعتبر يعني في الوسط. ليبتون ب35، بس انا ما بفضلش اجيب ليبتون لانه مقطعه. بجيب برضو مش فاكره، اللهم صل على النبي، كان ايه التاني يا ربي اللي كان عندي؟ رويال. رويال برضو كان تحفه، وكان اكتر من 20، وكان ب25 جنيه، كان ارخص من ده. بس ده يمكن عشان بالنعناع، وريحه النعناع فيه تحفه حلوه قوي. فبصراحة عجبني جدا جدا جدا. طبعا الشاي الاخضر انا يعني مهما اتكلمت عن الفوائد بتاعته مش هديله حقه، بس الاساسي في يومك لازم تشربي على الاقل على الاقل كوبايه شاي اخضر، المفروض كوبايتين. وجبت بقى ايه لبن بخيره نص لتر. وجبت اللي هو دي فلاور لاند ده، عشان كان نفسي بصراحه اعمل كيكه ولغايه دلوقتي ما عملتهاش، وان شاء الله هعملها معاكم. و2 كيس فانيليا، وكيس القرفه طبعا ملوش علاقه بالكيكه. برضو من ضمن المشروبات الشتويه اللي انا بعشقها عيدان القرفه، لما تغليها كده في ميه سخنه تحفة يا بنات، وتظبط مستوى السكر في الدم، وتظبط نسبة الهرمونات عندك، بتخليها طبيعية، فبجد تحفة. ده كاكاو، الكيس ده كان ب25 جنيه، كاكاو خام. زي ما قلت لكم ده تبع الكيكة، لكن الشاي الاخضر والقرفة مش تبع الكيكة. وسمنة، جبت سمنة جنة، الكيس ده ب45 جنيه، 350 جرام. برضو بحبها جنة بصراحة. فدي المشتريات اللي انا كنت جايباها اليوم ده. بس كده. ولغايه دلوقتي ما عملتش الكيكه، عايزه ابقى اعملها معاكم ان شاء الله باذن الله، يا رب يا رب يا رب اصورها معاكم. بصوا بقى باجي بقى بالليل يا بنات وساعه الهدوء، البيت نضيف والبيت رايق وكله تمام. بصوا بقى عيدان القرفه، كان عندي برطمان زبده فول سوداني طبعا خلص، وغسلته ونضفته وحطيت فيه عيدان القرفه اللي انا وريتها لكم لسه من شويه. باخد كده عود واقوم كده ايه اخد نصه. بحس ان العود كتير قوي على العود طويل ما شاء الله، كتير قوي على ايه، على كوبايه. واسيبه كده في الميه يغلي يا بنات، بقى بيطلع دفى ويطلع ريحه حلوه، حاجه اللهم ديمها نعمه، اللهم ديمها نعمه يا رب. حلو جدا. فالمشروب ده اشربيه بالليل، قرفه بس حلوه قوي بالليل. ويا سلام لو حطيته في الكوبايه شويه كركم مع قرفه، بسمع ان هو حلو جدا يا بنات للجسم، وبينظف الجسم من السموم، بينظفها وينظف الكبد. بس انا بقى هنا حطيت مع القرفه الشاي الاخضر بالنعناع، توليفه غريبه بس حلوه والله العظيم، حلوه حلوه حلوه. وتحس كده مشروب شتوي كده، بيدي كده دفى كده وعارفه انت في عز الساعه كده تحس ان انت جسمك سخن ومتدفي. ده كان كده. بصوا يا بنات كده خلاص، احنا يعتبر ده اخر كده فقرة في الفيديو. فاتمنى بجد 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 لو وصلتوا لغاية هنا ان انتوا تشرفوني باللايك والكومنت بتاعكم، وان انتوا تنوروني في القناة وتكتبوا لي كومنت وتعرفوني انتوا منين عشان ارحب بيكم. وشكرا لاي حد عمل لايك، وشكرا لكل حد شاف الفيديو للاخر. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، وبحبكم قد الدنيا. بصوا بقى بصوا بقى بصوا بقى كوبايه كده فيها عود القرفة كده. تعالوا يلا شوفوا معايا الكوبايه الحلوه دي.
خلاص كده خلصنا، اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة، باي باي.